أنا نازل عشان أبلغ رسالة معينة للمجلس العسكري، بقول له فيها إن الحفرة عمال توسعها قوي 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 لدرجة إنك هتقع فيها مش هتقدر تطلع وهتغرق معاك البلد. فيا ريت بسرعة تلم نفسك وتنسحب، لأننا احنا رافضين حكم العسكر خلاص. وكل طفل صغير وكل راجل عجوز وكل ست كبيرة كله متواجد لأنه رافض حكم العسكر نهائيا. ونعمل حكومة مدنية جميلة ونعيش حياتنا زي ما كنا عايشين زمان في رخاء وفي أمن. لكن اللي بيحصل النهاردة التدابير اللي عاملها المجلس العسكري، أنا بتهم المجلس العسكري وبقول له بديله أكبر تهمة اللي هي الخيانة العظمى. الخيانة العظمى إن هو سايب ترى النهاردة بيتحكموا في البلد دي، دولة ترى وكلنا عارفين يعني إيه دولة ترى. تمام؟ ليه النهاردة المحاكمات صفر؟ ليه كل يوم في شهداء بتقع؟ ليه؟ فين الامن؟ شالوا والده حطوا شاهين. ما اقدرش اقول اكتر من كده. رسالتي واضحه، يسقط حكم العسكر. انا نازل النهارده عشان اطالب ان حكم العسكر خلاص انتهى. ليه؟ انا عايز اقول حاجه بس. دلوقتي لما غاب القصاص هانت الارواح. يعني ايه هانت الارواح؟ دلوقتي اللي حصل في بورسعيد ده مش من ماتش كوره، لا ده ناس متحركه. الناس دي اتحركت ازاي؟ اتحركت عن طريق ان في ناس جوه في لسه في سجن ترى بتحرك ناس عن طريق الفلوس يعني انت ايه يعني عن طريق الفلوس؟ يعني انا دلوقتي الرئيس حسني مبارك لما ما اتحاكمش بيحرك الناس اللي بره اللي هم الحزب الوطني اللي هم الناس الفلول اللي قبل كده. في ناس كتير لسه ما اتحاكمش. الداخليه عايزه تتطهر. هتتطهر ازاي؟ هتتطهر ازاي؟ احنا هنطهروا الداخليه ازاي؟ دلوقتي لما في عساكر كتير بالمنظر ده في تأمين ماتش واقفين ما بيعملوش حاجه وانسحاب تام من الجيش ومن العساكر، ده يرضي مين ده؟ نازل عشان مصري متضامن مع اللي حصل ده كله، الجريمة اللي بتدبر ضد الشعب المصري. احنا شايفين جرائم بتدور من اول بداية الثورة، مرة في ماسبيرو، مرة في محمد محمود، ومرة قدام مجلس الوزراء. كلها امور مدبرة زي ما حصل بعد ثورة 52 بالظبط. شعب واعي جدا، غير شعب ثورة جمال عبد الناصر. النهارده فاهم كل المؤامرات اللي بتدبر ضده. شايفين ان وزارة الداخلية وكأنها كشافة مش وزارة داخلية. مش هنسيب البلد دي تتاخد مرة تاني. لا العسكر ياخدها ولا عائلة معينة بعينها تاخد البلد. لا، البلد دي ملك شعبها اللي هيديرها. صحيح احنا بدأنا أول خطوة، لكن بنسعى ان البلد تكون للمصريين. وفي النهاية هقول لك يسقط حكم العسكر.